قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ريتني كنت معاهم. عارفين الكلمة دي اتقالت امتى يا جماعة؟ لما الصحابة ربنا أنعم عليهم بسبب دينهم وإيمانهم والتزامهم بدين الله سبحانه وتعالى. فالناس لما شافت ربنا اداهم ايه؟ قالوا يا ليتني كنت معهم، يا ريتني كنت معاهم. المشكلة ايه؟ المشكلة ان الكلمة دي هتبقى على لسان كل الناس يوم القيامة. كل الناس لما هتشوف ثواب الصحابة، كل الناس لما هتشوف ثواب العبادة يقولوا يا ريتنا كنا معاهم، يا ليتني كنت معاهم. لما نشوف اللي اترفعوا على منابر النور يوم القيامة، لما نشوف اللي بيشربوا من ايد النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض يوم القيامة، لما نشوف اللي في ظل عرش الله يوم القيامة، لما نشوف اللي بتركبوا النجائب عشان يصلوا الى الجنة يوم القيامة، ساعتها هنقول يا ليتني كنت معهم. هتندم لما تشوف ثواب الدعاء يوم القيامة، هتبكي دم لما تشوف اللي اترفعوا على منابر النور يوم القيامة، هيتقهر قلب كل واحد ما خدش الفردوس الاعلى لما يشوف اللي هيروح الفردوس الاعلى يوم القيامة. مش عايزين نقول الكلمات يا جماعة، مش عايزين نيجي اللحظة اللي نقول فيها يا ريتني، مش عايزين نيجي اللحظة اللي نقول فيها يا ليتني. الكلمة دي مش عايزين نقولها. يوم القيامة كل الناس هيبقوا اتنين، واحد هيقول يا ريتني، وواحد هيقول الحمد لله ان ربنا ثبتني. احنا مش عايزين نبقى يا جماعة التاجر كل ما بيحط راس مال اكتر في صفقة كل ما بيخاف عليها اكتر. عمرك ده الصفقة اللي انت حاطط فيها كل راس مالك. الدنيا دي الصفقة اللي انت حاطط فيها كل ما تملك، لو راحت كل ما تملك راحت. ليه مصمم تخسر؟ ليه مصممة تخسري؟ ده ربنا مسمي سورة في القرآن الواقعة يوم القيامة. عارفين ربنا سماها الواقعة ليه؟ الواقعة دي اللي هي الحرب. الحرب دي يا جماعة لما بتيجي الملك بتاع البلد المهزومة بيبقى عبد أسير بعدها، ذليل بعدها، وشوية العبيد اللي هجموا على البلد بيبقوا ملوك بعدها. يعني خافضة رافعة، ناس كانت تحت بتبقى فوق، وناس كانت فوق بتبقى تحت. يعني يا جماعة مش عايزين نندم يا جماعة، عايزين نفهم. انت عايز تقول ايه الليلة؟ انا عايز اقول ان كل حاجة لها ثمن، كل حاجة. واحد رايح اجانس عربيات، فصاحب الاجانس شافه بيبص على العربية قوي يعني، فبيقول له لو عايزها اديها لك، والله العظيم لو عايزها اديها لك. قال له اه انا عايزها. قال له فين فلوسها؟ قال له معيش. قال له تبقى مش عايزها، لو كنت عايزها كنت جبت فلوسها، كنت موتت نفسك عشان تلم فلوسها. يا شباب يا شباب، ده بيت في الدنيا يساوي كام؟ طب فيلا في المعادي، طب قصر في افخم حته في الدنيا يساوي كام؟ طب قصر من قصور الجنه يساوي كام يا جماعه؟ ملوش ثمن ازاي؟ ده بنت يعني مقبوله متوسطه الجمال تتجوزها، شوف هتدفع كام في الجواز؟ ملك الجمال العالم تدفع كام في الجواز منها؟ طب ما بالك بقى بحوريه من حوريات الجنه، يبقى الجواز يبقى الثمن ايه؟ ثمن الجنه ايه يا جماعه؟ انا جاي اقول لكم الليله ان كل حاجه ليها ثمن، لازم تدفع الثمن، لازم تدفع الثمن. الصحابه ما خدوش الجنه غير بعد ما دفعوا عمرهم يا جماعه. الالتزام والله العظيم الالتزام ما هوش ركعتين بيتصلوا، الالتزام عمر بتديه لربنا، حياه بتديها لربنا، وجهه بتوجه طموحك واهدافك وكل حياتك اليها. الصحابه دفعوا عمرهم عشان ياخدوا الجنه، دفعوا كل ما يملكوا عشان ربنا يقول لهم لقد تاب الله، دفعوا اغلى ما يملكون عشان ربنا يقول لهم مغفره. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول انك لو عايز تبقى معاهم في الاخره لازم تعمل زي ما عملوا في الدنيا. انا هكلمكم الليله يا جماعه عن ثمن الجنه ايه؟ ثمن المغفره ايه؟ ان احنا في التراويح نرفع ايدنا ونقول اللهم اغفر لنا يا رب امين، يبقى الموضوع خلص. ربنا رحمته واسعه، بس الصحابه ما عملوش كده. الصحابه ما عملوش كده. بس ثمن الجنه انا عايزك تركز معايا دلوقتي، انا عايزك تعيش معايا بقلبك دلوقتي، ما تفكرش في حاجه، ما تشيلش هم اي حاجه، ما تحطش في دماغك اي شيء. انا بكلمك دلوقتي عن الثمن، بكلمك عن ثمن الربح في الصفقه، اخطر صفقه اللي كل راس مال حياتك وعمرك فيها. الصفقه اللي لو خسرتها تبقى خسرت كل حاجه، ولو كسبتها تبقى كسبت كل حاجه. ايه ثمن الجنه؟ في غزوه احد لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج مع الصحابه والمسلمين قطعوا المشركين، خلاص اذ تحسنهم باذن، الموضوع منتهي، والستات بتوع المشركين طلعوا يجروا يشتد سوقهم بيهربوا من على الجبل والمشركين بيهربوا، وتسع رايات للشرك تسقط على الارض وتسقط 11 جثه مشرك نجس حواليها، والمسلمين بينتصروا خلاص يا جماعه، وكل حاجه بتنتهي والمعركه بتتقفل، ويجري المسلمين يلحقوا الغنائم. يبص الرومان من على الجبل، الغنيمه الغنيمه، الدنيا، ما تسيبوش الدنيا، انزلوا يا جماعه الدنيا
الدنيا، الغنيمه مش الوقت. الغنيمه لما ننزل قبورنا ونجاوب على اسئله القبر الثلاثه. الغنيمه مش الوقت، الغنيمه لما ندخل الجنه. الغنيمه ينزلوا وفي لحظات ينقلب الوضع كله، وينقلب المشركين على المسلمين، ويفر جيش المسلمين، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يلاقي نفسه لوحده في ارض المعركه، ويستصرخ رسول الله في جيش المسلمين: من يردهم عنا وله الجنه. يبقى ثمن الجنه جه دلوقتي يا جماعه. الجنه اتعرضت في مزاد علني في وسط المعركه ووسط الدم ووسط طائر الرقاب. الرسول قال الجنه للي هيجي يقف بيني وبينهم دلوقتي. اول ما الصحابه سمعوا الجنه دفعوا ثمن ايه؟ انا عايز اقول لك ثمن الجنه كان ايه. انا عايز اقول لك ابو دجانه جرى على النبي عليه السلام طرسه بجسمه عشان اي طعنه تيجي في ابو دجانه ما تجيش في النبي. ام عماره وقفت من ورا النبي عليه الصلاه والسلام. المشرك عايز ينفذ للنبي وهي قاعده تحاسب على رسول الله، يجي يمين تيجي يمين، يجي شمال تيجي شمال، في الاخر عايز يردها باي طريقه من غير ما يقتلها. ضربها بالسيف على كتفها ضربه تحط ايدك فيها تدخل فيها، قعدت سنه تتعالج منها. قالوا لها بعدها: ومن يطيقين ما تطيقين يا ام عماره؟ مين اللي يطيق اللي انت استحملتيه؟ قالت: واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير وقف بجسمه بين النبي وبينهم وماسك الرايه ومصمم انه يمسك الرايه، والايد الثانيه ايد فيها الرايه وايد فيها السيف، بيدافع عن رسول الله. يقطعوا له ايده اليمين. لو انت ماسك محمول في ايديك، ماسك محمول والمحمول ايدك اتقطعت، تبص على المحمول ولا على ايديك؟ هتبص على ايديك طبعا. لا، مصعب كان اللي ماسكه في ايديه اغلى من ايديه، ساب ايديه تقع ومسك الرايه ما تقعش الرايه ابدا. يقطعوا له ايده الثانيه، ايده تقع انما الرايه ما تقعش، لغايه ما يقتلوه. يحط الرايه ما بين رقبته وما بين صدره ويفضل ماسكها عشان يسقط مصعب والرايه ما تسقطش والنبي ما يتكشفش عليه الصلاه والسلام. سعد بن الربيع الانصاري قعد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغايه ما مات وهو بيحتضر. قال لهم: لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. رسول الله ما حدش يمسه، ما حدش يشتمه، ما حدش يعتدي عليه الصلاه والسلام. انس بن النضر واقف لقى الصحابه بيهربوا، قال له: انتوا تروحوا فين؟ واه لريح الجنه، ده انا شاممها والله العظيم شامم ريحتها يا جماعه. واه لريح الجنه، اني لا اجد ريح الجنه دون احد. بيني وبينها الجبل ده. طلع عدى الجبل ونزل اتضرب 80 طعنه، كل طعنه بيدافع عن رسول الله ضد مشرك من المشركين رضي الله عنه. كل صحابي وقف يعمل بطوله رهيبه. 7 من الانصار وقفوا حوالين النبي عليه السلام، كل ما واحد يدخل يتقتل، يدخل الثاني يتقتل، يدخل الثالث يتقتل. 7 اتقتلوا. طلحه بن عبيد الله واقف لقى 7 مقتولين، 7 جثث قدام رسول الله. واقف يدخل ولا لا؟ دخل طلحه بن عبيد الله ووقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعوا له جسمه بس ما ماتش. بعدها قيل عليه: من سره ان ينظر الى رجل، الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه. طلحه بن عبيد الله طلع ايده مشلوله يا جماعه من الغزوه دي. ابو عبيده بن الجراح طلع اهتم، بس كان احسن الناس هتما. جري لما حلقات المغفر الحديد دخلت في وش النبي وعظم النبي عليه الصلاه والسلام، بدا يكسر باسنانه، يطلعها باسنانه، حديد بيطلعها باسنانه. سنه اتكسرت بس كان طلع حلقه من الحلقتين. طب الثانيه، طب سيب النبي يشدها، طب استنى شويه. لا، رسول الله ما يتألمش. انا كل حاجه في حياتي تتكسر، انما رسول الله ما يتألمش. بسنته الثانيه طلع الحلقه الثانيه واتكسرت السنه الثانيه، وطلع ابو عبيده من احسن الناس هتما رضي الله عنه بسبب دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل وقف يدافع عن رسول الله يا جماعه، الكل دفع ثمن الجنه. ثمن الجنه مش رخيص يا جماعه. ربنا بعدها قال لهم: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هي الجنه رخيصه يا شباب؟ الجنه اللي مصعب اتقطع عشان يدفع ثمنها، الجنه اللي جعفر اتقطع واتمزق حتت عشان يدفع ثمنها، ابو بكر دفع ثمن الجنه انه خرج من ماله كله 4 مرات، عبد الله بن جحش دفع ثمن الجنه في احد ان بكرت بطنه وقطعت اذنه وجدعت انفه. انت دفعت ثمن الجنه ايه؟ ثمن الجنه مش رخيص. انهار الجنه والله العظيم ما هي رخيصه، انهار الجنه، قصور الجنه والله ما هي رخيصه يا جماعه، نعيم الجنه وفواكه الجنه والله يا جماعه ما هو رخيص، لازم ندفع الثمن. سلمة بن الأكوع كان قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة من الغزوات. أنا عايزك تركز معايا في القصة دي، لأن القصة دي بتفكر الواحد فعلا الصحابة كانوا عايزين الجنة قد إيه ودفعوا ثمنها إيه. سلمة بن الأكوع قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة، جه واحد مشرك اتلصص، أول ما بدأوا يكشفوه خد حصان من حصنة المسلمين وطار بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه قال: من يأتيني به وله الجنة. وله إيه؟ جنة؟ الجنة. الراجل ده اهو اللي معاه الحصان ده هو بيهرب ده اهو، هو ده ثمن الجنة.
هو ده الجنه. سلمة بن الاكوع اول ما سمع الكلمه، سلمة لا عنده حمار ولا عنده ناقه ولا عنده حصان، بس كان سريع جدا، طلع يجري. طلع 3 صحابه يجروا، واحد طلع بفرس يجري وراه، وواحد طلع بناقه يجري وراه، وسلمة طلع برجليه. يا جماعه القضيه مش قضيه رجلين، القضيه مش قضيه انت راكب ايه، القضيه قضيه سرعه قلبك لله ايه، القضيه قضيه شوقك لله ايه، القضيه قضيه لهفتك على الجنه ايه، القضيه قضيه انت من جوه نار الشوق اللي جواك للجنه قد ايه، نار الشوق اللي جواك لارضاء الله قد ايه. طلعوا ال3 يجروا شويه، المشرك سريع جدا هيتقتل لو اتلحق، ابو ناقه ما قدرش يلحقه، خلاص شويه ووقف مش قادر. فضل سلمة بن الاكوع يجري واللي بحصان يجري. بعد شويه اصرار المشرك على الهرب بحياته خلى حتى بحصان ما يقدرش يلحقه. سلمة بن الاكوع فضل يجري يجري هيموت، ما هوش قادر. واحد بيجري ورا حصان، ده بيقول لك العربيه دي كذا حصان ودي كذا حصان ودي كذا حصان، الحصان ده قوه رهيبه، هيجري مقتول. جه يقع على الارض قال ايه؟ سلمة سلمة إنها الجنة يا سلمة، لكنها الجنة يا سلمة. وطلع يجري وطلع يقاوم ويقاتل، ده بيجري ورا الجنة مش جري الوحوش ورا الدنيا، لا مش ولكنها الدنيا يا فلان، مش ولكنها الشهادة يا لا، لكنها الجنة. طلع يجري خلاص الراجل بعد عنه، هو طول مش قادر، ولكنها الجنة يا سلمة، الجنة يا سلمة هتضيعها. طلع يجري الراجل بعد فتره بص وراه مفيش حد، ربط الحصان تحت شجره وقعد يستريح. سلمة بن الاكوع بيجري ما بطلش ما وقفش، طول ما انا رايح لربنا مش هقف مش هستريح، الراحه في الجنه لما اوصل للجنه، انما الوقت مفيش راحه. هو بص شافه سلمة بن الاكوع من بعيد، طلع يجري يجري، وفجاه انقض عليه وخده من رقبته وقال له تعالى يا جنتي، تعالى يا جنه الرضوان بتاعتي. انا عايزك تقول تعالى يا جنتي للمصحف، المصحف امسك المصحف، تعالى يا جنتي. عايزك كنت رايح التراويح تعالي يا جنتي، عايزك كنت لابسه نقابك ونازله رايحه اصلي تراويح وتهجد تعالى يا جنتي، عايزين نمسك السواك في رمضان تعالى يا جنتي، عايزين يا جماعه نتعامل مع الطاعه الجنه بتاعتنا تعالى يا جنتي. انا عايزك قوم، اوعى تقعد، اوعى تقعد، انها الجنه. كل ما تيجي تتعب في رمضان وخلاص زهقت 30 يوم صيام وتراويح وتهجد، قول ولكنها الجنه، انها الجنه، مش هقعد ابدا. كان لنا واحد صاحبنا كان عندنا امتحان في كليه الطب من اصعب امتحانات كليه الطب كلها، كان امتحان ماده الباثولوجي، وكان يومين ورا بعض وامتحان طحن ماده يعني الله المستعان، ربنا يعين جميع الطلبه يا رب. ليله الامتحان الاولاني واحد صاحبنا ما نامش وقعد يذاكر يذاكر، قتل نفسه، دخل اللجنه طلع من اللجنه خلاص ما عندوش وقت، في بكره امتحان، نام بقى ريح لك جسمك ساعتين، مفيش وقت مفيش وقت ابدا، انه الباثولوجي، انها النجاح، انه التقدير. فضل يذاكر، عمل شوب قهوه يعني ممكن يموت واحد فيها، وقعد يذاكر يذاكر لغايه ما جه الساعه 12 بالليل، تاني يوم عنده امتحان، مقتول مش قادر، راسه تقع يقوم تاني، مش قادر راسه تقع يقوم تاني، جه الساعه 2 بالليل راسه وقعت، ما حدش داري. اخته الصغيره داخله من الاوضه بتفتح باب الاوضه بعد دقيقتين، بتفتح الباب اتفزع من الصوت، بص لقى نفسه نام. عارفين قال ايه يا جماعه؟ عارفين صاحبنا قال ايه؟ وقف يكلم نفسه ويشتم نفسه، قوم قوم، في راجل ينام ليله امتحان الباثولوجي، قوم، في راجل ينام ليله الامتحان، قوم، لو كنت راجل قوم، لو كنت راجل قوم. وفضل يقوم نفسه لغايه ما ذاكر لتاني يوم في الامتحان. سبحان الله العظيم. والوقت من زمايلنا يعني الوقت طبيب متعين في الجامعه، سبحان الله تعب شويه ولكن خد ايه؟ انا عايزك لما تيجي تتعب قوم، في راجل ينام وباب الجنه الثمانيه مفتوحه، قومي، في مؤمنه صادقه تنام وابواب النار كلها مغلقه وباب الجنه مفتوحه، قوم، في مؤمن ينام وطريق التوبه ربنا فتحه له، قومي، اوعي تنامي. ثمن الجنه ايه يا جماعه؟ ثمن الجنه غالي، هتدفعوه ولا لا؟ لازم ندفعه، صفقه عمرنا، نخسر كل حاجه ازاي؟ ثمن التوبه ايه؟ ثمن التوبه، ثمن التوبه ان احنا واحنا واقفين في التراويح الامام يقول اللهم تب علينا لنتوب، امين، بس الحمد لله دفعنا ثمن التوبه. يا سلام، شوف قول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. تاب الله، تاب الله امتى؟ ده في غزوه تبوك، ده بعد 22 سنه من البعثه، ربنا بعد 22 سنه جهاد وصبر وجوع وطرد واذى وعطش واكل وتيتم وترمل وتضحيه وبذل ومجاهده وصيام وقيام وجهاد ودعوه، بعد 22 سنه اتدفع فيها ثمن كل ما يملك كل واحد من الصحابه في حياته. الوقت يا رب بتقول لقد تاب، يعني يا رب كل اللي احنا خدناه مقابل ده انك تبت علينا يا رب. الذين اتبعوه اللي بقالهم 22 سنه صامدين وراه، يا شباب اثبتوا، يا شباب، يا شباب اثبتوا، لقد تاب، يعني التوبه ثمنها كده
قعدت افتكر بذهني الصحابه دفعوا ايه في ال 22 سنه دول، من اول الهجره، من اول سميه سبع واحده اسلمت، سبع واحده دخلت في الاسلام، لما كانوا بيعذبوها بيقتلوها من العذاب ويلبسوها اضرع الحديد ويصهروا جسمها، بس القضيه مش انها كانت بتتعذب، ده ابنها بيتعذب قدامها عمار، وجوزها بيتعذب قدامها ياسر، وهي بتتعذب وسامعه صراخهم. يستسلم الرجاله، ما يقدروش يستحملوا اكتر من كده، ويعلنوا الكلمه اللي المشركين عايزينها، وتفضل المراه صامده وتفضل ثابته وتفضل مصره ان هي تصمد للاخر. يجي ابو جهل عايزها زي ما جوزها وابنها خلاص تنازلوا باللسان، تتنازل هي باللسان هي كمان، صب محمد، ما تقدرش تعمل اكتر من انها تملى بقها باللعاب بتاعها وتقوم بصقه في وش ابو جهل. اول ما يتف في وش ابو جهل قدام الناس كلها يمسك الحربه ويطعنها فيقتلها فيرديها قتيله. اول شهيده في الاسلام، اول دم سال في الاسلام كان دم امراه. يا نساء، يا نساء امه محمد، الرجاله ما قدروش يعملوا اللي المراه عملته، ما قدروش يثبتوا الثبات اللي المراه ثبتته، ما قدروش يضحوا التضحيه اللي المراه ضحتها. يا جماعه يا نساء، يا نساء امه محمد، يا بطلات، يا اللي صنعتوا تاريخ الامه على كتافكم، يا ركن ركين من اركان قيام الاسلام في العالم كله، يا اللي نشرتوا الدعوه، يا اللي طلبتوا العلم، يا اللي نشرتوا الدين، يا اللي جاهدتوا مع الرجاله في المعارك والغزوات. انتوا فين؟ على فين يا بنات امه محمد؟ على فين يا شابات امه محمد؟ على فين يا نساء وامهات امه محمد؟ ادي امه اهي، شوفوا حصل لها ايه وعملت ايه. لقد تاب الله، عشان في الاخر يتقال لقد تاب، كل ده ثمن التوبه. لما تفتكر خباب اللي كان بيتاجر كان عند ام انمار عبد في السلاح والسلاسل والدروع، منظر القاع اللي كان، المكان اللي كان فيه اثر رهيب. وبعد كده خباب يحصل له ايه؟ خباب يتقال له خباب لما يسلم ام انمار كانت بتجيب السيف تولعه لغايه ما يحمر، تحطه على راسه يطلع دخان، اول ما يقف يصلي يقع مغشي عليه من الصلاه. بعد كده يلبسوه اضرع الحديد لما يفوق، بعد كده حفروا له حفره ولعوها نار نيموه على ظهره فيها، بيقول والله لقد اوقدوا نارا فما اطفاها الا ودك ظهري، ما طفاهاش غير دهن ظهره لما نزل عليها. بعد 20 سنه لما عمر شاف منظر ظهره الرهيب، عمر اغشي عليه. دفعوا ثمن التوبه ايه؟ في غزوه تبوك. يلا يا رجاله، يلا يا صحابه، فين يا رسول الله؟ هنروح نحارب الروم. طب دلوقتي يا رسول الله الثمار بتاعت المدينه على الشجر، رزقنا طول السنه اللي هناكل منه طول السنه، دخلنا طول السنه يا رسول الله على الحاجات اللي هتطلع دي. يلا يا رجاله، الدين يحتاج الوقت، ما فيش وقت للدنيا. طب يا رسول الله ده 1500 كيلو، معناش دواب بتحملنا كلنا. يلا يا رجاله، كل 7 على بعير، كل 7 على بعير يا رسول الله، ده 1500 كيلو رايح جاي، هناخدهم كل 7 كيلو، واحد يركب كيلو ويمشي 6 كيلو. يا رسول الله ازاي يا رسول الله؟ ابو ذر حماره اصلا ما قدرش يكمل معاه، كمل ال 1500 كيلو ماشي على رجليه. يا رسول الله ده الحر رهيب. يا رسول الله منظر الجيش يا جماعه في صحيح مسلم، منظر رهيب رهيب في صحيح مسلم، لما الصحابي اللي بيروي الحديث بيقول هم هيموتوا من العطش، الميه نفذت هيموتوا من العطش. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم تدركون الماء. اول ما سمعوا كلمه الماء الصحابي بيقول فانطلقنا لا يلوي احد على احد، 30,000 واحد. كل ما اقرا الحديث ده اتخيل ان حد بيبص من السماء على جيش 30,000 واحد بيجري في الصحراء، مفيش 2 ماشيين جنب بعض، كله بيجري هيموت على عطش، مش قادر من العطش، كله بيجري بيدور الميه فين، هنموت. تاني يوم الرسول عليه السلام ادركهم بالنهار، وجدهم لسه ما وصلوش للميه. اول ما شافوا الرسول قالوا يا رسول الله، يا رسول الله هلكنا، عطشنا، ضعنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم، مش انتوا اللي تهلكوا، مش انتوا اللي ربنا يسيبكم، مش انت اللي ربنا يسيبك يا ملتزمه، مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي مجتهد في الدعوه، مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي قلبك مليان ايمان، مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي دفعت ثمن التوبه. لقد تاب الله بعد كل ده، بعد الجوع، بعد ما في غزوه الخبط كانوا ورق الشجر، بعد ما في غزوه ذات الرقاع رجلهم اتقطعت وربطوا رجلهم بالرقاع، بعد ما في غزوه ذات السلاسل سيدنا عمرو بن العاص من الجليد من التلج اتيمم من الجنابه، بعد ما في اذربيجان 6 شهور ابن عمر والجيش متحاصر بالجليد مش عارف يدخل، بعد ما في الخندق كان الواحد لا يامن ان هو يروح يقضي حاجته من المشركين، بعد ما في تبوك كان عمر بيقول لو واحد راح يقضي حاجته من المسلمين يقول ما اناش راجع هموت من العطش. يا شاب يا اللي قعدت 48 ساعه تكلم بنت على النت، تكلمها ليل نهار 48 ساعه لا اكل ولا شرب ولا نوم، جبت الطاقه دي منين؟ جبت العاطفه دي منين؟ جبت البركان اللي جواك ده منين؟ الصحابه كان العاطفه دي جواهم تجاه الدين. انا قلت لكم ثمن الجنه وقلت لكم ثمن التوبه، لسه ما قلتلكوش ثمن المغفره يا جماعه. ثمن المغفره ايه؟ ثمن المغفره ايه قريتها بهرتني، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، اخر الايات لهم مغفره ورزق كريم. لهم ايه؟ مغفره. قلت يا رب، يا رب امنوا
امانه ده وقت ما امانه تمن دخل الدار الارقم كانت ايه؟ كانت ان الزبير ابوه يعلقه من السقف ويولع له نار تحته وهو يعذبه بيها، وهو يقول والله لا اعود الى ما كنت عليه ابدا. كان ان عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص اهاليهم يلفوا عليهم حصيره ويولعوا فيها من فوق عشان يتخانقوا بالدخان من تحت. كان ان مصعب الشاب المنعم المطرف امه تمنع عنه الاكل لدرجه ان جلده يقشر يجي له امراض جلديه من كتر الجوع. كان ثمنها ايه؟ الذين امنوا ثمن دخل الدار الارقم وهاجروا. ثمن انه هاجروا ايه؟ ابو سلمه وام سلمه طالعين، وسلمه ابنهم يطلع قومها انت واخد بنتنا فين؟ انت رايح تهاجر لمحمد؟ هاجر انت بنتنا. ياخدوا ام سلمه وسلمه يطلع قومه انتوا واخدين ابننا فين؟ سلمه ده ابننا احنا، هاتوا ابننا. قومه يروحوا بالولد ومراته قومها يروحوا بيها وهو يطلع لوحده. الاسره اتقطعت في لحظه، الاسره اتمزقت في لحظه عشان ربنا. طب ارجع يا ابو سلمه، ارجع ولم شمل اسرتك. لا، اروح لديني، انا عايز ربنا يغفر لي. ثمن المغفره يا جماعه، ثمن المغفره اللي ذو البجادين دفعه لما اهله طردوه وهو عريان ما لقاش غير قماشه عمل بيها بجادين لبسهم وراح للنبي عليه الصلاه والسلام وهو عاري ويموت في غزوه تبوك رضي الله عنه. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم. اموالهم ايه؟ ده عائشه بتقول في صحيح البخاري ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر 6 هجريه. ده ابن عمر بيقول في البخاري ما شبعنا قط حتى فتحت خيبر. ده احنا كنا جعانين مش لاقيين ناكل، مش لاقيين ياكلوا. وما بيقولوش اللي يحتاجوا الجامع البيت يحرم على الجامع، اللي يحتاجوا الجامع يحرم على البيت ويحرم على حياتي لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى دين ربنا احتياجه يسد. وجاهدوا باموالهم وانفسهم. انا من المواقف اللي بتقطع قلبي في السيره منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. امراه جعفر يوم ما كانوا راجعين من غزوه تبوك وجوزها كان هو اللي حامل الرايه اتقطع هناك. مراته متوضبه ومتجهزه ومنظفه البيت وملبسه اولادها عشان لما ابوهم يجي يلاقي اولاده شكلهم جميل. وجعفر ومستنيه جعفر، الباب يخبط، كل الرجاله رجعت للستات بتاعتها، الباب يخبط تجري على الباب، جوزها داخل هيشوف اولاده وخلاص وجوزها يرجع لها وحشها ووحشاه واولاده وحشهم ابوهم. تفتح الباب تلاقي رسول الله في وشها، تبص للنبي هو في ايه؟ هي مش عارفه في ايه، بس المفروض كان جوز اللي يخبط على الباب مش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي عليه الصلاه والسلام ياخد اولاد جعفر يقعد يبوس فيهم ويقعد يشم فيهم عليه الصلاه والسلام من كتر حبه ليهم. وينعى اليها زوجها، جوزك مات، جوزك مات يا اسماء يا بنت عميس، استحملي. وجاهدوا باموالهم وانفسهم. انا عايز اقول لكم ضحوا قد ايه. انا عايز اقول لكم احساس حمنا بنت جحش، البنت الشابه الصغيره اللي ما جاتش 20 سنه، ومصعب جوزها اعطر واجمل وانور شباب مكه. فكت المجالس، مصعب داخل في احد ماسك الرايه يتقطع، جوزها رجع لها اشلاء، جوزها رجع لها حتت، رجع لها متقطع بالسيوف، وجوز ابوها يموت واخوها يموت. تسترجع اول ما تعرف ان جوزها مات ما قدرتش تستحمل، ناحت والولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزوج من زوجته لبمكان. انا عايز اقول لكم يعني ايه جاهدوا باموالهم وانفسهم والذين اووا. وقت ما كان ايوائهم للمهاجرين معناه انهم هيحاربوا الدنيا كلها ونصروا. ايه اللي يخليني اضحي برقبتي؟ كل ده عشان لهم مغفره. يا شباب يا أمة محمد، تمن الجنة مش رخيص، تمن التوبة مش رخيص، تمن المغفرة مش رخيص. أنا عايز أقول إيه في نهاية الحلقة؟ أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن كل واحد يوم القيامة هتندم مرتين لو ما فقتش لصفقة عمرك. كل واحد يوم القيامة يا هيقول يا ريتني يا هيقول الحمد لله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الحمد لله، ده أنا كنت هضيع، كنتوا هتضيعوني يا شلة السوق، كنتوا هتضيعوني يا أهل الشهوات، كنتوا هتضيعوني يا أصحاب الفضايات المنحلة، كنتوا هتضيعوني، كنتوا هتودوني جهنم. الحمد لله. انما في ناس بتقول يا ريتني يا ليتني قدمت لحياتي. مش عايزك تقولها، مش عايز تيجي اللحظه اللي تقول فيها يا ريتني. يا جماعه زي ما الجنه لها ثمن، المعصيه لها ثمن. هتدفعوا لو عصيت ربنا، اوعى. هتدفعوا في القبر لما تلاقي باب الجنه اتفتح واتقفل تاني. هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله. هتقول يا ريتني بس بعد ايه؟ هتقول يا ريتني لما تلاقي الناس واقفه على حوض النبي بتشرب وانت هتموت بالعطش. هتقول يا ريتني لما تلاقي اهل الجنه واهل النار بيتفرقوا، دول رايحين الجنه ودول رايحين النار، دول رايحين الفردوس الاعلى. يا ريتني يا ليتني كنت معهم، يا ريتني كنت معاكم يا اللي بتشربوا من ايد النبي، يا ريتني كنت معاكم يا اللي على منابر النور، يا ريتني كنت معاكم يا اللي بتنظروا لوجه الله، يا ريتني كنت معاكم يا اللي طالعين الفردوس الاعلى، يا ريتني كنت معاكم يا صحابه رسول الله، يا ريتني كنت معاكم يا اللي صليتوا وصمتوا وقمتوا وتبتوا واجتهدتوا. يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. ايه الثمن؟ الثمن عمرك، الثمن مش ركعتين، الثمن مش قماش غطيتي بيه وشك وراسك، لا، التمن عمرك ووجهتك وقلبك، التمن حياتك، التمن عقيدتك وفكرك وطموحك وهدفك في الحياة.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو ده الثمن. ربنا ما يقبلش ثمن أقل من كده. أنت كلك على بعضك هو الثمن. قل إن كان آباؤكم، أبويا حبيبي عزوتي اللي أنا شايل اسمه، وأبناؤكم أولادي اللي أنا همتد في الحياة من بعد باسمهم، وإخوانكم أخويا اللي لما باجي أقع على الأرض بقول أخ لأن أخويا اللي بيسندني، وأزواجكم مراتي حبيبتي أقرب ناس ليا بعد مراتي وأمي، وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم قومي أزوتي عيلتي نسبي، وتجارة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. مش فلوس مليون جنيه ورثتهم، ده فلوس جمعتها شيلن ورا شيلن وجنيه ورا جنيه بتعبك وعرقك. وتجارة تخشون كسادها، فلوس رايحة جاية لو سبتها اتحرق في السوق. ومساكن ترضونها، 50 سنة في الخليج قاعد ألم فلوس وجيت بنيت البيت اللي بنيته بشقى عمري أحب إليكم من الله فتربصوا. التمن إن ربنا يبقى أغلى حاجة عندك في حياتك، التمن إن ما يبقاش في حياتك حاجة أغلى من ربنا، التمن إنك ما تسيبيش باب طاعة فتح لك إلا وتاخديه، ما تسيبيش. شيوخنا كانوا بيعلمونا كل ما تيجي تقعد قول رب اغفر لي، خليها لازمة على لسانك. تركب المواصلات تدخل بيتك قول رب اغفر لي، ممكن تيجي ساعة إجابة تقول رب اغفر لي يتغفر لك. ما تضيعيش باب طاعة فتح لك. يا شباب توصية الليلة انك انت مش عايزين نقول يا ريتني، الكلمة دي مش عايزين نقولها، مش عايزين نندم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. مش عايزين نقول يا ليتني كنت معهم. طب نعمل ايه؟ نخلينا معاهم في الدنيا من الوقت. الصحبة الصالحة نخلينا معاها من الوقت في الدنيا عشان ما نقولش يا ليتني يوم القيامة. الحاجة التانية ان احنا نبيع نفسنا لله ونبيع عمرنا لله. يا رب تكون فهمتوني، يا رب تكوني فهمتيني، يا رب تكون فهمتني يا ولدي ويا امي، يا رب تكوني فهمتيني يا حبيبتي يا صغننه، يا اللي لسه داخله اعدادي، يا مدموزيل يا صغيره، يا رب تكون فهمتيني يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، يا شاب من شباب امه محمد، يا شباب الامه اللي الدنيا كلها بتحاربها دلوقتي، يا شباب الامه اللي المفروض حياتك كلها عشان تدخل الجنه. يا رب تكونوا فهمتوا انا عايز اقول ايه يا جماعه. يا رب اهدنا يا رب، اللهم انر بصائرنا، اللهم فهمنا، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، اللهم انر قلوبنا بنور الايمان، اللهم انر بصائرنا، اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما يا رب. اللهم اجعلنا من الفائزين، لا تجعلنا من النادمين، لا تتولى عنا، لا تتخلى عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اعنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. السؤال محتاج لجواب، بقى معقول ربنا يفتح لي الباب، ربنا يفتح لي الباب. عصيته كتير طولت جياب، بقى ليل نهار عايش في عذاب. طبعا ده اكيد ربك تواب، بس انت تتوب، اصبر عالباب، تصبر عالباب.